والآن تبدأ فعاليات مؤتمر تطوير العشوائيات. والمشروع اللي بنطرحه ليه 3 محاور رئيسية. أول محور يبدأ بتطوير البنية التحتية في الأماكن العشوائية، وده هيخفف أعباء كتير من على كاهل سكان هذه المناطق. سيبك من البرنامج اللي عمال يرغي فيه وخلينا نشوف الراجل اللي بيتكلم ده عامل ازاي. الأخ وائل اللي عرفنا بيه ده راح حضر اجتماع مع رئيس الوزراء الصهيوني ووزير الدفاع الأمريكي. الراجل اللي بيتكلم ده كان عايش في باريس بقاله 10 سنين، خواجة يعني. وكانوا قاعدين بيكتبوا لنا البرنامج ده. انتوا ازاي سايبينه يطلع يتكلم كده؟ يعني الكلام ده ما ينفعناش. انا عايز اسأل سؤال، انت هتطلع تعمل لهم ايه؟ توزع عليهم برفانات؟ ومعانا اتصال مفاجئ من الأستاذ أبو قصة. الو ايوه يا استاذ قاسم، انا مش بعرف انام بالليل، انتوا ليه قاسيين عليا قوي كده؟ انا اصلا قلت لمامي انا مش عايز الشغلانه دي. طب طالما انت مش موافق على الشغلانة دي والست والدة موافقة، طب ما تخليها هي اللي تمسك المشروع. لا ما ينفعش خالص، اصل كهيل هتلوى. اتلوى؟ واضح يا جماعة كده ان الاتصال اتقطع. ميرسي. وهو ده كان خلاصة برنامج تطوير العشوائيات. اللي حصل ده هو اسلوب الاعلام عندنا في نقاش اي موضوع، بيهاجم الشخص بدل ما يناقش الموضوع نفسه. والمصطلح العلمي للأسلوب ده في البروباغندا هو الشخصنة. الطبيعي إن لو شخص مختلف معاك إن 1 زائد 1 يساوي 2، هيحاول يناقشك في مسألة الحساب بشكل موضوعي. مش هيهاجم الشخص اللي بيتكلم ذات نفسه، عشان مهما كان مين الشخص اللي بيقول إن 1 زائد 1 يساوي 2، المعلومة هتفضل صح. في نوع من الشخصنة بيستغل الظرف اللي الشخص فيه عشان يستنتج ان كلامه غلط. زي لما بعض وسائل الاعلام اعترضت ان البرادعي هيرشح نفسه للرئاسه عشان كان عايز في النمسا كتير. نقطه انه كان عايز بره ملهاش اي علاقه هو ينفع ولا ما ينفعش رئيس. وبدل ما يناقش فكر البرادعي بموضوعية راح هاجمه شخصيا وقال انه ما ينفعش مجرد انه عايش بره. وفي نوع تاني من الشخصنة لما الاعلامي بيسخر من واحد وخلاص ويقعد يمسك عليه حاجات تافهة وهايفة ملهاش أي علاقة بالموضوع، والغرض الوحيد هو انه يقلل من قيمة الشخص ده، فيتريق على شعره، لبسه، على قفاه، أي حاجة. وسبحان الله يقعد يستدل بالكلام التافه ده إن الشخص ده كلامه غلط. إزاي؟ ما تسألنيش. والمشكلة واحنا بنتفرج بنكون مشغولين بالضحك والهزار والفرح والمرح ومش واخدين بالنا من اللي بيتحشي في دماغنا. وللأسف السخرية بقت مبدأ حتى في بعض القنوات الإسلامية. الشخصنة بتوصل المشاهد في الآخر إنه يكره شخص معين وتسقط مصداقيته، فأي كلمة تطلع منه بعد كده مهما كانت صح المشاهد ما يقبلهاش. فلما الإعلامي يلجأ للسخرية معناها إن حجته ضعيفة، فبيستعين إنه يضحك المشاهد علشان يداري على أي كلام اللي بيقوله ويخلي الناس تصدق. فخليك مصدق. وخليك مصدق. يا عم خليك مصدق. وخليك مصدق. خليك 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 مصدق.